السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل ومساء الورد على جميع متابعينا وجميع محبي الحمام. أنا بشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة في الحلقة اللي فاتت، وربنا يجازيكم خير ويجازينا خير يا رب، ويا رب ينفع الناس كلها يا رب. يعني أي حد عنده معلومة حتى لو صغيرة هتفيد الناس يطلع يقدمها، يقول في كومنت مثلا عايزنا نتكلم فيه واحنا نتكلم زي ما وعدتكم. انا قلت لكم ووعدتكم من اول ما انشأت القناه ومن اول ما قلت الفيديوهات، قلت انا اي حاجه بعملها في مكاني عند حمامي علشان خاطر انتج افضل، قلت مش هخبيها عليك واخد بالك، واكنك انت قاعد معايا في سلكتي. قلت لك في حلقه قبل كده، قلت لك لو فرد حمام كح عندي هقول لك بعمل معاه ايه، واخد بالك. اقصد بكلمه كح يعني لو في ابسط الاشياء، تمام، اقول لك اتعاملت معاه اديته كذا جاب معاه نتيجه كذا، لا ما جابش نتيجه. فالنهارده ان شاء الله تاني حلقه او تاني جزء لموضوع التمصيل. احنا مصلنا كام فرد حمام برضه عشان ما نطولش معاكم في الحلقه، مصلنا كام فرد حمام من الوزاره الحلقه اللي فاتت. النهارده ان شاء الله مسكنا كام فرد تحضيم علشان برضه نقول بسم الله هنمصل الحمام وهندخله وهنسكنه علشان يبقى موسم خير ان شاء الله يا رب علينا وعليكم، بحيث نقدر نوفي ان شاء الله وعدنا وقلنا لكم اي كم زغاليل محتاجينها مننا ان شاء الله كل شهر. احنا ان شاء الله كده احنا اول 3 عليكم بخير ان شاء الله. من اول نص 4 اي عدد زغاليل اي حد محتاجها ان شاء الله يتصل معانا ويتواصل معانا على رقمنا 0100 79 353 99. ده يا جماعه رقمنا. وقلنا ان شاء الله المصل اللي احنا هنوصله دلوقتي اللي محتاجه برضه ان شاء الله بنشحن لاي حته في مصر وبره مصر كمان، بس يعني طالما مصر مش هينفع نشحنه بره عشان المصل يبقى معاه تلج وكده، فنشحن، سامحونا للناس اللي هم خارج مصر مش هنقدر نشحن المصل، فهنشحنه هنا بس لجميع محافظاتنا، تمام، علشان المصل بيبقى معاه كيس تلج، فمشوار بقى العربيه ساعتين 3 هيفضل المصل شغال ومش هيجرى له حاجه. انما لو بره مصر طبعا انا ما اضمنش في الطريق ممكن المصل الثلج يسيح والكلام ده كله، فما اضمنش صحته وما اضمنش جودته لما يجي لك. فان شاء الله النهارده هنورينا كده التحاضير دي يا جماعه تحاضيرنا. وقف بوس كده يا باشمهندس. عدنا تاني مع حضراتكم ان شاء الله النهارده كده زي ما قلت لكم هنصور الحمام ده كده مع بعض. وريني كده قرب لي بعد اذنك هنا. ده يا جماعه الحمام ان شاء الله اللي هيتمصل دلوقتي، دول ذكوره ونيتي ان شاء الله يا جماعه. احنا بندي الحمام فتره نقاهه كده في لما بنفدي الحمام. طبعا دول النيتي والذكوره بنخرطهم وبنرميهم في الارض لحد ما نحب ان احنا نلقي تاني. والحمام يا جماعه ليه راحه. وريني كده يا باشمهندس، اتفضل انت تمصل. الحمام يا جماعه ليه راحه، احنا ما بنشغلش الحمام طوال السنه، فزي ما انت فاهم احنا بنفدي الحمام بايدينا واخد بالك، واحنا اللي بنلقيه بايدينا لان احنا بنتحكم فيه لان هو جوه سلكاته. فعليكم بخير ان شاء الله بنمصل حمامنا التحاضيم علشان نقول بسم الله ونلقي الحمام الوزر. اتفضل يا باشمهندس كده ابتدي ان شاء الله تمصيل. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله الحلقه المره دي بخصوص التحاضيم. احنا من التحاضيم اللي بنعتمد عليه في الحصى وكده. حلقه الوزاره خلاص انتهينا منها، وان شاء الله نعمل لكم حلقه التحاضيم. اي فرد حمام بيتحصن بفضل الله ان شاء الله زي ما انتم كده في الحلقه. حضرتك بتحصن الفرد قد ايه طوال السنه؟ مرتين، كل 6 شهور مره. كل 6 شهور في السنه مرتين. لكن هو زغلول لسه عمر شهر بياخد مره نص سنتي. تمام. وهو بيصم عليه اخر واحده يعني بعد 5 6 شهور بحصنه مره كمان. والتحاضين نفسها، التحاضين اللي في ايديك دي نفس المعامله. نفس المعامله. تمام. وسواء وزار او تحاضين، وهو زغلول بعد شهر. تمام. من هو تحت الحضان. تمام. وانا بقطفه. وبعد 6 شهور مره، وبعد 6 شهور تاني اللي هو يبقى كمل سنه اهو مره كمان. تمام ما شاء الله. وبتعامل معاه في السنه الثانيه والثالثه نفس الكلام. ما شاء الله. بعد ال3 سنين شكرا خلاص ما نتحصنش تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس برضو اللي ما تابعوش الحلقه اللي فاتت، يعني انت بتدي الفرد قد ايه ان شاء الله؟ بديله نص سنتي تحت الجلد فوق الرقبه من هنا في اتجاه الديل. ما اهم حاجه بمسك الريش كده، انا ما حدش ماسك معايا. تمام. بمسك الريش كده وبرفع فرد الحمام كده اهو الجلد باين قدامي اهو تحت الجلد اهو. ما شاء الله. التحصين فوق الرقبه. في ناس بتقول من تحت هنا. تحت هنا المضادات الحيويه. من الافضل فوق التحصين. التحصين كله من الافضل انه يبقى فوق الرقبه.
ده كده اتحصل. كده هدخل يا جماعه الحمام كده معاكم. اوريكم كده معانا. بسم الله. كده يا جماعه انا بجهز هنا حالي ان شاء الله، وبجهز اوضتي. ربنا يوسع على الناس كلها يا رب. اتفضل يا باشمهندس. الاضاءه واضحه كده. ما شاء الله ما شاء الله. فرد الحمام طبعا بقلب فرد الحمام الصحه العامه بتاعته بشوفها الاول. تمام زي الفل. 10 على 10 حصان. يعني هو برضه بسلك فرد الحمام اهو كده ليا. كتفه كتفه اروح ضارب كده نص سنتي. ما شاء الله. بس كده. لا ولا يا باشا. طبعا هو هناك بيسكن الحمام وبيجوزه. تمام. انا باخد يا جماعه الفرد الحمام اللي اتحصن وبدخله غرفه السعاده هنا، غرفه التحاضين. كل ذكر بديله النتايه الخاصه بتاعته، وممكن عادي وممكن اخلف، ممكن ادي ذكر نتايه غيرها عادي ما فيش مشكله. انا اهم حاجه عندي ان هم يكون حمام حنين وسلاله انا مجربها في التحاضين. التحاضين مش مهم انت بتجوز مين لمين، يعني ممكن تدي واحد اسود لواحد ابيض، واحد كريزلي لواحد استرالي، مش ده الاساس بالنسبه لنا. طبعا انا فهمتك في حلقات تحاضين، اللي ما اتفرجش عليها يخش يتفرج عليها بحيث يبقى انت فاهم خطوه بخطوه احنا بنعمل ايه مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. حوشه هنا. ما شاء الله. دي انت برضو بتستخدم دي يا جماعه تركيبه احنا عاملينها استرالي على كريزلي. برضو احنا مش فارق معانا الفرد نوعه ايه، اهم حاجه كفاءته في التحاضين. ورينا كده، امسك الفرد كده، فرجنا كده وشه. ما شاء الله. هو ده اللي يهمني. الزغلول لو دخل بدماغه كلها جوه مفيش مشكله خالص. الله اكبر. ما شاء الله. نافق اهو مفتوح. هو ده الاصل في التحضير. ما شاء الله. من الجناب اهو. الله اكبر. الف لك كده عشان تبقى الصوره واضحه. الله اكبر. لا هي واضحه ما شاء الله. الاضاءه عامله ظل. ما شاء الله. عشان ما اقولكش ايه اهو. الله ينور عليك. الله ينور عليك. اتفضل. ما شاء الله. ده برضو بنستخدمه في التحاضين يا جماعه. ما شاء الله. ده يا جماعه تركيبه احنا عاملينها. ده كريزلي على استرالي. بسم الله. بسم الله تبارك الرحمن. ده برضه يا جماعه فرد نفس اللي هي بفضل الله. بص نفس تركيبه الوش كده. الازازه دي فديت برضه. بص يا جماعه، بص يا جماعه نفس تركيبه الوش. دول يا جماعه في التحاضين ما شاء الله عليهم. يعني لو فرد حمام الوش دوت جه ربنا كان كريمنا. دي يا جماعه ازازه ثانيه اهيك. دي كده تاني ازازه للتحاضين. الازازه دي يا جماعه بتكفي 20 فرد. والازازه يا جماعه اللي هي الكبيره ديت بتكفي 1000 فرد. دي برضه انا صورتها معاكم في الحلقه اللي فاتت. دي 1000 فرد حمام، دي 20 فرد حمام. ما شاء الله. ما شاء الله.
ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله الحلقه تكونوا بتستفيدوا منها، واللي احنا بنعمله ده يا جماعه والله يعني نحب ان شاء الله ان هو زي ما ربنا كرمنا واساتذتنا اللي علمونا فادونا، فاحنا برضو طالعين على قناتنا يعني ربنا يكرمنا بنحاول نفيد على قد ما نقدر، والتوفيق من عند الله. ما شاء الله ما شاء الله. ذكر برضو يا جماعه اهوت، ذكر الحمام ده كله كان سايب في الارض، كان سايب في اوضه التحضير هنا، وانا لسه ماسكه وحاطه في السلاكه هنا. ما شاء الله. بنوصلهم وبناخدهم واحده واحده. شوف الإبرة محطوطة ازاي؟ ربنا يبارك واضحة معاك؟ تعالى برضو هنا تحت اللمبه. الله ينور عليك، واضحه ما شاء الله. بص يا جماعه، مش شرط التحضير كلها تكون استراليات. برضو لو فرد حمام مفصص زي كده عادي، احنا قلنا شرط رقم واحد في التحضير حنيته. يعني برضو انا مش تحضيري كلها استراليات كده، كل فرد حمام في غيتي ليه وظيفه. يعني انا ما اقدرش اخلي تحاضين، انا عندي تحاضين هفرجك دلوقتي عليها عبايسه وكركنديات. يعني الغاوي اللي هو الشاطر يعني ما يعتمدش على نوع تحاضين معين. انا ممكن في الاخر فرد حمام نتايه مثلا نتايه شاميه، نتايه بقى كركنديه عبسيه، بروح مثلا مديها لذكر زي اللي في ايديا ده، ذكر كريزلي مثلا زي كده ولا حاجه، او ذكر استرالي، او ذكر استرالي عادي ممكن اجوزها له. انا قلت انا مش محتاج نتائجهم في حاجه، انا اهم حاجه عندي ان هم يزقوا الزغلول كويس. ما شاء الله. بص برضه ده ذكر ما شاء الله، عم متعصب لسه متحقن، فمعلش متعصب شويه. ما شاء الله. برضه يا جماعه اهوت، شوف التمثيل بيكشف الجلد، بيدي نص سنتي للفرد ما شاء الله، من غير ما حد حتى يمسك له. ما شاء الله. دي انتايه دي ما شاء الله. ربنا يوسع عليك. ما شاء الله باين واضحه ما شاء الله ما شاء الله. دخل اي زغلول معاه ما شاء الله. ربنا يزيدك يا باشمهندس. معلش يا جماعه انا ماسك الحمام كده اي ماسكه. ما شاء الله. بص لو انتوا واخدين بالكم يا جماعه، ادي كركنديات اهي، كركنديات اهي برضه بستخدمها في التحضير. ودي ابن تعب زي ما شاء الله. ده كده دول برضه خلصوا حضرتك تفتح واحده تانية. دي فيها شوية صغيرين اهو. تمام ماشي. كده خلصت اهي. هو انت ممكن برضه تعد باقي كام فرد علشان ما دي خلصت. تمام. هي لسه فيها زي سنتي ولا حاجة.
ماشي ماشي. ما شاء الله. ما شاء الله. كده يا جماعة ان شاء الله هدخل الفرد العبسي دي انتهى برضو يا جماعة. ان شاء الله كده بقى يعني وريناكم برضو احنا مصلنا تحضيرنا ومصلنا وزارنا. هنقفل بقى مع حضراتكم تمام. في نهاية الحلقة بنشكركم على حسن المشاهدة. عايز حضرتك تقول حاجة للسادة المشاهدين يا باشمهندس؟ اي نصيحة عايز تنصحها لهم، اي حاجة عايز تنصحها لهم؟ الامصال دي اساس في الغايه، يعني الامصال تمصل فرد الحمام يمنعك ان شاء الله من الروشه وكده وترفع مناعته ان شاء الله، واخد بالك، بحيث ان يبقى موسم خير على الناس كلها. الامصال، الفيتامينات، الكالسيمات، واخد بال حضرتك، عشان يبقى الحمام مصحي معاك تنتج زغلول كويس. يعني الفيتامينات اللي هي بتاخدها التحاضين بتعود على الزغلول، الكالسيوم بيعود على الزغلول، الامصال بتعود على الزغلول. كل الحاجات دي بتديله اجسام مضاده، اجسام مضاده يهاجم يعني الطفل النهارده بمجرد ما بيتولد ويتعملوا شهاده ميلاد، مامته ولا ابوه بياخدوا الجدول اللي هيمشي عليه في الشهر، بيتحصن ضد كذا، تطعيم كذا لكذا، شهرين 3 4. هو فرد الحمام كده برضه في امثال للجدري، في امثال للروشه، في امثال للسالمونيلا، ودي برضه هنبقى نجيب المحلول بتاعها ونحن قدام حضراتكم ونفهمكم الوضع بتاعها ايه، وان شاء الله تكونوا احسن وعي في مصر وبره مصر. جزاك الله خير يا باشمهندس. السلام عليكم. الله يخليك. السلام ورحمة الله.